طب استأذن انا بقى. خدني معاك يا فؤاد. في ايه؟ ما تقعدوا، مالكم مستعجلين ليه؟ لا يا اختي، عشان يا دوب ترتاحي اهو تنامي. ده انت اول يوم النهارده هتنامي وانت مطمنه. عندك حق يا سناء، ده الواحد كان عايش اليومين اللي فاتوا دول فقلق جامد قوي. الحمد لله. السلام عليكم. عليك على خير يا اختي. وانت من أهل. يا يوسف، معلش كنسلت عليك، اصل سناء وفؤاد كانوا عندي. لا اطمن، فؤاد خلاص شالني من دماغه، بس هو مستغرب قوي ازاي البوليس عرف يوصل للعيال اللي حرقوا الفرن. محدش عارف الصورة اللي انت صورتها لهم مع همام وفاضل. ده زمان كيدهم هتتنقط. لا، ولسه الضربة الجاية دي بقى اللي هتخليها تلف حوالين نفسها. شوف يا كيداه، انا من رايي بقى تخش تصلي ركعتين شكر لله ان قرايب عدوي ما جابوش سيرتك في القضيه. ألف وحمد وشكر ليك يا رب. وهيجيبوا صورتي في القضية ليه؟ ماسكين عليا زلة ولا ماسكين عليا زلة؟ لا بس كان ممكن يقولوا ان انت اللي وزيتيهم. وزيتهم؟ ليه يا اخوي؟ كنت هورث معاه ولا كنت هورث معاه؟ أنا إيه دخلني؟ سيبك من الكلام الفاضي ده وتعالى نتكلم في الجد شوية. خير تاني ان شاء الله. ارجع لورا كده. إيه يا راجل؟ مش بتقولي لي ارجع؟ أنا بقول لك ارجع بجسمك، بقول لك ارجع بمخك. اه الله، انت فاكر لما كلمتني عن بيع الفرن بتاع المعلم عدوي؟ ايوه فاكر. قلت لك ايه ساعتها؟ قلت لي ايه؟ قلت لك اتقل على الفرن لما يستوي، وهو استوى وطلب الاكل دلوقتي. ما انا ما كنتش فاكر ان هتقل لغايه الفرن ما يولع وتطلع فيه حريقه. بس انت محسسني كاني حريق القاهره. مهم، البنت اللي ما تسمى اللي اسمها صافيه هي دلوقتي هتفكر 100% تبيع الفرن، واللي كانوا هيشتروه قبل ما يتحرق اهو دلوقتي طفشوا. والميدان فضلنا نخش هنا بقى بتقلنا ونتكتك على راحتنا. وفكرك يعني انها مش شاكه ان احنا اللي ورا الحريقه دي؟ يا راجل حريقه ايه بس؟ ما اللي حرقوا الفرن خلاص اتمسكوا، واحنا بره الليل احنا ايه دخلنا في الحريقه بس؟ طب ايه رايك بقى ان صافيه لو حبت تبيع الفرن مش هتبيعه لنا احنا بالذات؟ بالعكس، ده هو ده الوقت المناسب اللي هي هتبيعه لنا فيه. دلوقتي هي مذبوحه يا حبيبي وبتفرفر. فرفر ايه بس يا كيداهم؟ يا اخويا زي ما بيقولوا على رأي المثل، قال ما بقاش في الخص ريش غير المقصص الضعيف. الحقيقه ما شاء الله حظك حلو قوي يا انسه صفيه، فرقت معاك ايام قليله. الحمد لله، ولو اني يعني هخسر الشركه بتاعتكم، بس هنعمل ايه؟ ما باليد حيله. لا احنا عمرنا ما نفكر بالطريقه دي. التزامنا مع عملائنا اكبر دعايه لينا، وبعدين ان شاء الله هنعمل لك بوليسه جديده اول ما الفرن يتصلح. ربنا يخليك يا رب. بس كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، هو انا يعني ممكن النهارده اصرف الفلوس؟ طبعا هتصرفي الفلوس بالكامل، لان الخبير قطر التلفيات توتال لوز، يعني خساره كامله. خساره كامله؟ يا ما انت كريم يا رب. انا متشكره قوي يا استاذ، كتر الف خيرك. لا العفو، ده شغلي. وبعدين ان شاء الله ما يحصلش حاجه وحشه تاني. لا يا رب يحصل، مش مشكله، هجيلك. انا ورايا حاجه وربنا يزيدكم. اللي هو يا ابو البنات، هي المخفيه صفيه دي هو تعمل ايه في المحل؟ عارف يا كيداهم. صباح الفل يا معلمين. صباح الايش؟ قول لي يالا، هي اللي اسمها الصافيه دي بتعمل ايه بالظبط؟ اسكت يا معلمي، البنت دي طلعت داهيه بصحيح. داهيه لما تبقى تاخدك، ده انت اللي داهيه مسيحه. داهيه يعني ايه يا واد؟ يا مخفي الاسم والصوت والصوره انت. اسكت يا معلمه، البنت طلعت مأمنه على الفرن
وشركه التامين هتصلح لها الفرن وترجعه زي الفل من غير البت ما تدفع ولا مليم. ولا مليم وتأمين، ده انا اقطع دراعي من اللغلغه من هنا. ان ما كانت البت دي مسنوده على 2 رجاله من الكبراء قوي، هما اللي بيخططوا لها تعمل ايه وما لا تعملش ايه. كبراء ولا صغراء يا كيداهم، البت هي اللي مخها كبير. يعني ايه، مش ناوي تبيع الفرن ولا ايه؟ اكيد الافنديه اللي كانوا قدام المحل دول بتوع شركه التامين. وش عرف صافيه ان الفرن هيتحرق؟ طب بالاذن انا يا معلمين عشان ورايا مصلحه كده. بالسلامه يا اخوي. كان قلبي بيقول لي ان في خاين، ودلوقتي اكد لي ان في خاين في وسطين. ايه بس اللي خلاكي تقولي كده يا كيداهم؟ الله، البت دي طب عرفت منين ان الفرن هيتحرق؟ ايه، بتنجم ولا بتشوف الطالع؟ لا بتنجم ولا بتشوف الطالع. البت اكيد خافت من ولاد اخو عدوي، قامت ايه، امنت على الفرن. الفار لعب في عبها. يا اخويا بلا فار بلا قطه، ده انا احطها في مصاده مش هتطلع منها. ماشي يا صافي، ان ما وريتك ورحمه امي ما هسيبك، وبكره تشوفي المعلمه كيداهم هتعمل فيكي ايه. والله وشكلها لعبت معاكي جامد قوي يا سونسون. اه يا اخويا، ما هو قرك ده اللي جابني ورا. يا دوب صافيه زودت لي فلوسي الطقطقين والفرن ولع. ما الفرن هيتصلح اهو، كله هيبقى تمام. وقت العبي بالفلوس لعب يا بنت. ضربه في لسانك يا بعيد. ليه هم قالوا لك ان انا هشتغل حراميه ولا ايه؟ وبعدين انت مالك ومال فلوسي؟ الله، ما هو فلوسي على فلوسك عشان نعرف نتجوز، ولا انت مش عايزانا نتجوز في سنتنا دي؟ ماشي يا شحته، خلينا ورا الكداب لحد باب الدار، بس يكش المره دي كمان بعد ده كله تطلع لي بحجه جديده. حجة ايه يا بت؟ ده انا الود اتجوزك النهارده قبل بكره، ولا انت عندك شك في كده؟ بس انت عارفه اللي فيها بقى. عارفه وعارفه قوي كمان، هو انت بتقول غيرها؟ العين بصيره والايد قصيره. استنى، خش برجلك اليمين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. الهي يا اختي ربنا يزيدك من خيره يا رب. ايه ده؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يا سلام يا صافيه على الشقه دي، حلوه قوي. عجبتك يا سناء؟ ايه اللي عجبتني؟ ده عجبتني وعجبتني وعجبتني يا اختي. الهي ربنا يزيدك من خيره كمان وكمان. بس بقول لك ايه، اللبس اللي انت لابساه ده ما ينفعش مع الشقه دي. ليه بتقولي كده؟ قصدك ايه؟ ما دام هتقعدي في العماره دي يا اختي، بصراحه كده لازم تغيري لبسك ده عشان الناس ما تاخدش منك جنب. هو ايه ده يا اختي؟ انا شكلي وانا زي الفل اهو يا بنت. الله، بقول لك ايه يا صافي، انزلي يا اختي المحلات اللي هنا في المهندسين، هاتي لك كده كام طقم عشان تبقى عليكي القيمه في وسط الناس اللي ساكنه هنا، دول ناس وبها. تصدقي يا بنت عندك حق. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ انا في البيت، انت فين؟ ليه في البيت؟ بعتكش شغل ولا ايه؟ احمد اديني دقيقتين بس وهرجع اكلمك، اوكي؟ باي. ثانيه واحده ثانيه واحده.
ايوه يا احمد. لا ابدا، ده كان البواب جايب جرايب بكره كنت باخدها منه. هي بقى كنا بنقول ايه؟ عارفه كيدهم؟ ايه يا حبيبي؟ عارفه مين اللي ممكن يخلص لنا موضوع المخزن بتاع المعلم عدا والله يرحمه بالبت صافيه؟ مين يا ابو البنات؟ الواد فؤاد زعتر. فؤاد زعتر؟ اشمعنى يعني فؤاد زعتر؟ عشان كان دراع المعلم عدوي اليمين والبت صافيه بتثق فيه. صافيه بتثق فيه؟ وانت شرفك يا راجل. شرفني ده ايه؟ احساسي بيقول لي كده. يعني لو قدرنا نشتري الواد ده هيقدر يقول لنا المخزن ده ملغم بضاعة ولا لا، وكمان هيقدر يدخل المخزن ويخرج ويقول لنا المخزن فيه بضاعة قد ايه. يا روح قلبي يا عينيا. لا لا لا، ايه اللي جرالك يا راجل؟ ايه اللي جرالك ده؟ ايه جرالي ايه؟ بقيت بتفهم. صحيح. بس دي مش هوايدك. الو. ايوه مين؟ اهلا، ازيك يا معلم حنفي؟ النهارده؟ فين؟ طب ما اجيلك على الفرن احسن بدل البهدله دي يا معلم. طيب خلاص حاضر، ماشي يا معلم، اؤمر. يا الف اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا معلمه. ويخليك، ده الفيلا نورت النهارده. ربنا يعزك ويكرم اصلك يا رب. خير يا معلمه؟ خير ان شاء الله. الله، ما ترسيه يا معلم، رسيه على الدور. هرسيك. مخزن المعلم عدوي. ماله لا مؤاخذه؟ وانت دخلته بعد ما توفى؟ اه طبعا، امال يعني بنخزن الدقيق بتاعنا فين؟ بقول لك يا فؤاد، انا هجيب لك من الاخر كده، احنا مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا ما يهمناش الدقيق، ما الدقيق مخزن عندنا قد كده وقرب يسوس، احنا يهمنا البضاعه اللي جوه، يعني الصنف زي ما انت فاهم. ده مش تقوله كده من الاول؟ هو كده بالظبط. فعلا يا معلمه، المخزن ملغم حشيش. الله اكبر، خمسه وخميسه عليك وعلينا، الله اكبر. ايوه الله اكبر. بقول لك ايه، يعني لا مؤاخذه، صافيه تعرف ان المخزن فيه البضاعه دي؟ والله انا على حد علمي انها ما تعرفش، بس الله اعلم بقى المعلم عاده الله يرحمه قال لها ايه قبل ما يموت. هيكون قال لها ايه يعني؟ مش ده المهم، المهم صافيه تعرف ان احنا بنتاجر في الصنف. برضه على حد علمي انها ما تعرفش. الحمد لله. بس بيتهيألي يعني انها لو تعرف كانت اكيد بلغت عنكم من زمان. نعم، تبلغ عنا ليه؟ واحنا كنا بنعمل ايه عشان تبلغ عننا؟ معقوله برضه بقى بعد كل اللي عملتيه معاها ده وجايه تقولي لي ليه يا معلمه؟ لا يا حبيبي، انا لسه ما عملتش حاجه، ويكون في علمك المعلمه كيدهم لما تحب تحط حد في دماغها ممكن تمسحه من على وش الارض ويسجل في سجل الوفيات. ايه اقولك؟ انت هتقولي لي وانا انسى برضه اللي اتعامل مع المعلم عاده والله يرحمه. الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. عملنا ايه مع المعلم عدوي؟ ده المعلمه كيدهم ربنا يديها الصحه ويكرمها، طيبه اميره، بعد ما كان شغال عندها في الفرن زمان وسرق السرقه بتاعته ومشي، قالت له روح مش سامحاك، قلبي وربي راضيين عليه. خلاص بقى يا حنفي، كان صغير وغلط. جرايه يا معلم حنفي، الله اذكروا محاسن موتاكم. ونعم بالله يا اخويا، الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. طب انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب منك انك تقنع المخفيه اللي اسمها صافيه انها تبيع لنا المخزن، واي فلوس هي عاوزاها احنا ندفعها لها تحت امرها في اي طلبات. وانت كمان مالناش بركه الا انت، عيني دي قبل عيني دي، هروقك اخر ترويق وحياه المعلمه كيداه. مساء الخير يا ماما. يعني يا حبيبتي. مساء الخير يا طنط. اهلا. تسنيم، ايه يا حبيبتي؟ اتأخرت كده ليه النهارده؟ ابدا يا بابا، انا رحت مول كبير كده في مدينه نصر، اشتريت منه شويه الحاجات دي، غير اني بقى فرحانه بالعربيه الجديده وقعدت الف بيها شويه. عن اذن حضرتك. استنى يا تسنيم. شوف يا بنتي، انت مادام بقى خلاص هتعيشي في مصر لازم تلتزمي باصولها وتقاليدها. انت تلاقيكي طبعا فاهمه ان مصر دي بلد مفتوح. لا يا تسنيم،
مصر بلد ملتزمة بالأصول والتقاليد زي الخليج ويمكن أكتر. وأي بنت بتتأخر بره بيتها لغاية دلوقتي الناس يا بنتي بتبص لها بصة وحشة. أما بقى بنت رؤوف شريف رجل التعليم والمبادئ لازم تبقى قدوة لكل اللي يعرفوها. حاضر يا بابا، عن اذنك. اتفضلي. طبعا، وده اخر دلع حضرتك فيها. بنت قدها جايب لها عربيه بالشيء الفلاني ومديها فلوس معاها بالهبل، عاوزها تجيلك بدري؟ لا يا حبيبي، دي كل يوم هتجيلك متاخر، ولسه ياما هنشوف. سهام، البنت لسه ما تعودتش على عيشة في مصر. ليه؟ هي كانت عايشه فين؟ دي عايشه في الامارات مش في اوروبا. برضو كل بلد ليها اسلوبها في المعيشة. وبعدين تعالي هنا، انت بقالك فترة كده اسلوبك وطريقة كلامك لا تليق ابدا باستاذة جامعية. مالك في ايه؟ انا معلم، اتفضل. اهلا اهلا يا فؤاد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. المعلمه موجوده؟ اه موجوده جوه على مكتبها. طب اقول لك ايه، انا هدخل وانت ما تجيش ورايا على طول عشان ما يتحسش ان في اتفاق بينا. ماشي يا معلم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم حنفي، اهلا وسهلا. اهلا يا صافية. اتفضل. ما شاء الله، عيني عليك بارده. لا وايه، لقيت جهزت الفرن تاني بسرعه. البركه في فؤاد وفي الرجاله، ما بيناموش ليل نهار. اتفضل استريح. بس انت عجبتيني قوي، عجبتيني قوي في حكايه التامين دي. ربنا الهمني والحمد لله. المال الحلال عمره ما يضيع ابدا يا معلم. طبعا، وانت اصلك بنت حلال وتستاهلي كل خير. ربنا يخليك. سمعت انك نقلت شقه المهندسين. ما انا ما بقاش خلاص من حقي ان انا اقعد في الشقه اللي هنا. وانت ما كانش معاكي عقد ايجار؟ وانا معقوله كنت هكتب عقد مع المعلم عدوي؟ ده الله يرحمه ويغفر له كانت كلمته عقد. علوم انا اللي اعرفه ان شقه المهندسين اكبر واوسع. والله يا معلم الجنه من غير ناس ما تنداس. انت لسه صغيره وحلوه والف من يتمنى تراب رجليكي. انت بس بص حواليكي هتعرفي مين اللي رايدك عشانك، عشان ذاتك، ومين اللي طمعان فيكي. خير يا معلم، انت كنت جاي عايز حاجه؟ خير. المخزن. انا اصلي زي ما انت عارفه عندنا محلات الحلويات والمخابز والافران كتيره منتشره في البلد كلها، والمخزن بقى بتاعك ده في موقع استراتيجي، يعني ممكن يفيدني في الموضوع ده. افهم من كلامك انك عاوز تشتري المخزن، مش كده؟ ايوه، قلت ايه؟ والله يا معلم انا مش بفكر ابيعه في الوقت الحالي. طيب يا صافي، بس يكون في علمك انا هعرض عليكي مبلغ محدش ابدا غيري هيدفعه.